قال المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو عبارة المديح والثناء إلى يحيى جبران متوسط ميدان الوداد الرياضي، معددا الميزات الكروية التي يتمتع بها اللاعب الذي يشارك رفقة المنتخب المغربي في نهائية كأس العالم قطر 2022. وقال مدرب الإسماعيلي المصري في تصريح لصحيفة ماركا: يحيى جبران لاعب رائع وشخص عظيم، لم أكن أعرف أنه لعب كرة القدم داخل القاعة، وهذا جعلني أكثر إعجابا به. بدنيا يحيى وحش، إنه أكثر اللاعبين الذين يركضون أكبر عدد من الكيلومترات في الوداد الرياضي، إضافة إلى أنه يقوم بذلك بوتيرة سريعة. لقد اقترحت على مجموعة من الأندية في إسبانيا وأوروبا، ليس لدي شك بقدرته على النجاح هنا، إنه لاعب من المستوى العالي. أكدت تقارير صحفية إيطالية أن الدولي المغربي حكيم زياش مطالب بالتألق في نهائية كأس العالم قطر 2022 لإثبات نفسه من أجل التوقيع في كشوفات نادي ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وسلط موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي الضوء على مشاركة زياش في المونديال رفقة الأسود، وأوضح الموقع الإيطالي أن زياش يأمل في التألق رفقة المنتخب المغربي في المونديال من أجل إجبار ميلان على إتمام صفقة انتقاله إلى الروسونيري. أكد شنايدر الدولي الهولندي السابق أن المنتخب المغربي سيكون الحصان الأسود لمونديال قطر 2022، مؤكدا أنه لا يملك أدنى معرفة بمنتخبي السعودية وتونس. وقال شنايدر خلال مروره في قناة الكأس: أنا سأقول أن المغرب هي من ستكون الحصان الأسود لكأس العالم. وتابع قائلا: إذا نظرت إلى مجموعته فبلجيكا الحالية لم تعد كما كانت. المغرب لعب بشكل جيد في السنوات الأخيرة ولا زال يتحسن في مستواه.